بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى هنتكلم النهاردة على الفهم الصحيح لصلاة الاستخارة. في ناس فاهمة الاستخارة غلط يا جماعة. معظم الناس للأسف فاهمين الاستخارة غلط. صلاة الاستخارة مش معناها ان انت ما تمشيش في الأسباب. يعني هندي أمثلة عشان نفهمها فهم صح. انا حد متقدم لي، انا بنت مثلا وحد متقدم لي، او انا اب البنت وحد متقدم لي لبنتي، او البنت حد متقدم لها. هنقول صلاة استخارة اشوف نقبله ولا لا؟ لا، لازم نشوف فيه تكافؤ ولا لا، ان الموضوع مش مشاعر وميل عاطفي وخلاص. اللي بيمشي بكده او انبهار بجماله خلاص، برضو اللي بيمشي بكده ما هياش هي دي الحاجات المقومات الصحيحة للزواج. لكن احنا بنمشي في الاسباب، في تكافؤ ولا لا، علمي ومادي، في اخلاق كويسة، في تدين، معرفة بربنا، نسأل على اهله، وبعد كده خلاص قبلنا او رفضنا. لو قبلنا اوكي هنمشي في الجوازة، وقبل ما خلاص واحنا ماشيين في الجوازة نبقى قبل ما نتجوز بحاجة بسيطة نبدأ نعمل صلاة استخارة عشان نشوف لو ربنا هيسرها لنا، او لو حتى في الفترة البسيطة دي لو فيها شر ربنا هيبوظها. نفس الكلام مثلا واحد ظروفه ضاقت بيه في البلد اللي هو فيه وعايز يسافر مثلا، خلاص اسعى في السفر، وقبل ما خلاص هتقدم ورقك وقدمت ورقك خلاص وساعي وبدأت تتقدم وتطرق الأبواب، بتبدأ تعمل صلاة استخارة ان لو ربنا فيها خير ييسرها لك، ما فيهاش خير هيبعدك عنها. يعني القصد يا جماعة ان مش معنى ان احنا نصلي استخارة ان احنا ما نبدأش في الاسباب ونعتمد عليها وما ناخدش بالاسباب. لا، ناخد بالاسباب الاول ونبدأ في الموضوع، وبعد كده نصلي صلاة استخارة عشان لو في حاجة بعلم ربنا سبحانه وتعالى فيها شر يبعده، فيها خير ييسر. طبعا دعاء الاستخارة المشهور: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، السلامة من كل بر، والغنيمة السلامة من كل اسم، والغنيمة من كل بر. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجلة أمري وعاجل أمري وأمري عاقبة أمري عاجله وأجله فيسره لي، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري عاجله وأجله فباعد بيني وبينه وقدر لي خير حيث كان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بنصلي ركعتين، وإما نقول الدعاء ده في السجود أو بنقوله بعد الصلاة. بنلجأ لربنا بعلمه سبحانه وتعالى اللي هو فوق كل العلوم، علم الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.